هلو ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهاردة هنعمل مع بعض محشي كرنب بكل تفاصيله وأسراره، من أول اختيار الكرنب للتقطيع وتخزين القلب لحد الحشوة الخطيرة والتسوية اللي ريحتها هتوصل لآخر الدنيا. يعني لو أول مرة تعملي محشي أو حتى بتدوري على أفكار سهلة وسريعة يبقى الفيديو ده معمول علشانك. يلا نبدأ خطوة بخطوة ومن غير استعجال علشان تطلعي أحلى صينية محشي كرنب تفرحي بيها البيت كله. يلا بينا. ازاي تختاري الكرنب؟ الكرنبايه كويسه بتبقى تقيله ومدوره، ورقها رفيع ومفرود مش ناشف عشان يتلف معاكي بسهوله. يلا نقطع الكرنب. الطريقه الاولى هي طريقه التقوير. بنمسك الكرنبايه ونجيب سكينه حاميه ونبدا نلف حوالين القلب بتاعها لحد ما نطلعه خالص، وخلوا بالكم من ايديكم، بنلفه بالراحه. وبعد كده بنحط الكرنبايه في حله فيها ميه مغليه مضاف عليها معلقه كبيره كمون حصى ومعلقه كبيره ملح، وبننزلها تقعد دقيقه وبعدين نقلبها عشان الورق يفك واحده واحده. والورق اللي يطرى بنشيله ونحطه في مصفى. وبعد كده الورق لما يبرد بناخد الورقه ونتنيها نصين، وبالسكينه بنقطع الجزء الناشف اللي في النص، وبعد كده بنلم الورقه ونقطعها على حسب الطول اللي احنا بنفضله. الطريقه التانية هي طريقه التقطيع لمكعبات، والطريقه دي بتبقى اسهل واسرع شويه. بنقطع الكرنبايه ل3 اجزاء، الجزئين اللي على الحرف بنقطعهم لنصين، والجزء اللي في النص بنقطعه ل3 اجزاء، وبكده بيطلع معانا الورق فوق بعضه متساوي في الحجم. الطريقه الاولانيه طريقه التقوير، دي طريقه تقليديه ناس كتيره بتحبها عشان الورق بيطلع سليم وكبير، بتقدري تتحكمي في الحجم اذا كان طويل او قصير، ومش بيهدر من الورق كتير، والورق بيكون سهل وطري في اللف. والطريقه دي بتبقى مثاليه للمناسبات والعزايم، والطريقه دي بتكون مناسبه مع الكرنب الحجم الكبير. واما الطريقه التانية اللي هي تقطيع الكرنب لمربعات، دي بتكون اسرع بكتير من الطريقه الاولانيه، لان احنا كاننا بنعمل خطوتين في خطوه واحده، عمليه التقطيع والتقسيم في نفس الوقت. بتطلع كميه اكبر من الورق والشكل بيكون موحد. والطريقة دي بتبقى سهلة للمبتدئين، مش بتهدر ورق كتير، والطريقة دي بتكون مناسبة مع الكرنب الصغير والمتوسط. ابقوا اكتبوا لي في التعليقات اي طريقة انتوا بتفضلوها اكتر، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ونرجع دلوقتي للقلب اللي طلعناه في الاول. ده بقى كنز ما يترمش ابدا، يا اما بنقطعه لقطع صغيره ونخلله، او بنقطعه لشرايط رفيعه خالص بالعرض ونحط عليه رشه ملح وليمونه ونقلبه ونسيبه شويه، وبعد كده ممكن نحفظه في كيس، برطمان، علبه، وندخله التلاجة. ده بقى هنعمل بيه احلى كول سلو طازه في اي وقت. بنحط عليه مايونيز وزبادي وشوية سكر، ونضيف كمان جزرة مبشورة. بنبقى كده عملنا أحلى سلطة كول سلو تحفة. وفي حلة متوسطة بنحط فيها مية، ولما تغلي بنضيف معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون بودر أو حصى مش هتفرق، وبعد كده بننزل فيها بقى رصة الكرنب زي ما هي، ونسيب لحد ما الورق يطرى، وما نستعجلش عليه لانه بيختلف على حسب نوع الورق اذا كان تخين او رفيع. يلا نحضر الحشو. في طاسة كبيرة بنضيف معلقتين كبار زيت زيتون، ولما الزيت بيسخن بنضيف البصل المفروم ونشوحهم تشويحتين. بعد كده بنضيف عليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم ونشوحهم مع بعض لحد ما نشم ريحة الثوم. يلا نعمل عصير الطماطم. الكمية المستخدمة معانا 4 طماطمات متوسطة الحجم متقطعين ل4/4. بنحطهم في الخلاط وبنضيف عليهم 2 كوباية من صلصة الطماطم ونخلطهم مع بعض. وبعد كده بنضيف خليط الطماطم على البصل، وعلى درجة حرارة متوسطة بنسبك الطماطم. ولما الطماطم تغلي بنضيف التوابل اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود او حسب الحاجة، بابريكا، كمون، كزبرة ناشفة، توابل ادوبو، ونقلبهم كويس. ولما الطماطم تتسبك بنطفي عليها ونسيبها تهدى شوية. يلا نجهز الرز. معانا 5 كوبايات رز، بنغسله كويس ونصفيه، وبعد كده بنضيفه على صلصة الطماطم. يلا نجهز الخضرة. معانا حزمة شبت مغسولة كويس ومتقطعة لقطع صغيرة، حزمة بقدونس مغسولة كويس ومتقطعة لقطع صغيرة، حزمة كزبرة خضراء مغسولة كويس ومتقطعة لقطع صغيرة. بنضيف الخضرة على الرز ونقلبهم كويس، وبكده جهزنا الحشو. وبعد ما سلقنا كل كمية الكرنب بنطلع الورق الكرنب في المصفى ونسيبه لحد ما يتصفى خالص ويهدى.
خدوا بالكم من شكل الورق، شوفوا ازاي موحد ومتساوي، وده بيسهل عملية اللف. طريقة لف ورق الكرومب: بنفرد الورق على السطح يعني من الناحية الناعمة، وبنحط حوالي معلقة صغيرة من الحشو على الطرف، وبعدين بنلف الورق لرول لحد الآخر، ولو الورقة كبيرة بنقسمها نصين ونحشيها، وبكده يكون اللف أسهل. بعد ما نخلص لف كل الورق، اول حاجة بنفرش في قاع الحلة شرايح من الكرنب اللي ما ينفعش يتحشى، او حتى شرايح طماطم او بصل علشان ما يتحرقش المحشي اللي تحت. بعد كده بنرص المحشي جنب بعض، كل صف يكون مرصوص على التاني، نرتبهم كويس من غير ما نسيب فراغات كتير. لو عندك كميات كبيرة بنعمل طبقات فوق بعضيها، بس اهم حاجة الرص يكون متساوي عشان يستوي كله مع بعض. وفي الاخر بنحط طبق او غطا معدن صغير فوق المحشي علشان ما يفكش في وقت الغليان. يلا نعمل المرقة. المكونات: 5 أكواب ماء ساخن، 2 مكعبات مرقة خضار أو دجاج، معلقة كبيرة توم، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1 معلقة صغيرة ملح. بنحط المكونات كلها في بولة كبيرة ونقلبهم كويس، وإضافة التوم المفروم على المرقة هي دي اللي بتخلي المحشي ريحته بتجيب لآخر الدنيا. وبعد كده بنضيف المرقة على المحشي وعلى درجة حرارة متوسطة، بنسويه لحد الرز لما يستوي تماما والورق يبقى طري والمية تختفي، وده بياخد حوالي 30 دقيقة. ولو بتحبي طعم الشوي الخفيف سيبي الحلة تكمل 5 دقايق كمان بعد ما تشرب المية على نار هادية جدا. وده الرز اللي بالخلطة الباقي، زودت عليه كوباية مية سخنة وحبة ملح وسويته على درجة حرارة متوسطة، طعمه بيبقى رهيب. وأول ما المحشي يستوي بنسيبه يهدى شوية قبل ما بنقدمه عشان الورق ما يتقطعش، وبعد كده بنقلبه في طبق تقديم واسع أو صينية كبيرة، وممكن نقدم جنب المحشي سلطة زبادي أو سلطة خضار، وكله بالهنا والشفا. وبكده عملنا أحلى محشي كرنب مصري خطوة بخطوة، من أول اختيار الورق لحد ما اتحط على السفرة ريحته تشهي وطعمه يدوب. المحشي مش بس أكلة، دي طقوس ولمة وريحة بتفكرنا ببيوتنا بأمهاتنا وبطعم الدفا. جربوا الوصفة دي وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشاركوه مع الناس اللي بيحبوا المحشي، واستنوني في وصفات تانية من قلب مطبخ نوفا. باي باي.